في سيرته صلى الله عليه وسلم نجاة الأمة وفلاحها. وجاء النور الإلهي ليزيل هذه الأخطاء، ليصوب الطريق، ليعود بالإنسانية إلى وجدها. وفي تفاصيلها الشريفة أنوار للحياة تجلو ظلماتها. ينبغي على كل مسلم أن يتعايش مع سيرته صلى الله عليه وسلم، ليرى الحلول للأزمات، ليرى الجوابات للأسئلة، ليرى فضل الله على هذه الأمة. مجرد اللقية من الصحابي لرسول الله ستطمئنه، تزيل غمه وهمه، تزيل ما به من قلق. مع الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن الجزء الثاني. سنعيش مع من أنزل عليه النور ومن سماه الله نورا في قوله قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، مع الدكتور سامي هلال. إن دراسة السيرة النبوية في أيامنا هذه صارت من الواجبات. يوميا على الرسالة، رمضان الخير.